كان يا مكان وحكايات رغم إنها من زمان لكنها عايشة معانا حتى الآن. بفكركم إن حكايات عودة كان يا مكان حكايات لكل الأعمار، كبار وشباب وصغيرين كمان. وحكاية النهاردة عن السعادة، إزاي في وسط زحمة الحياة نوصل للسعادة. تفتكروا إزاي؟ تعالوا نسمع الحكاية. كان يا مكان ملك حكيم من ملوك زمان، قرر يختار واحد من مملكته ويديله هدية. وكان سامع من حراسه عن راجل اسمه شاكر، معروف في المملكة بكلامه وشكوته من أحواله اللي دايما بيقول عنها ملخبطة. فقرر يعلمه إزاي يبقى شاكر بس بجد، ويبطل زهق وشكوى من حاله ويحمد ربه على الرزق اللي جاله. فقرر الملك يديله الهدية، وده بعد ما شافه ساكت ومن أحواله في الدنيا مهموم وسارح. وقال له: يا شاكر، ليك النهاردة من الملك هدية، تحب تسمع إيه هي؟ رد عليه شاكر وقال له: أكيد يا مولاي. قال له: شوف يا شاكر، هدية الملك النهاردة هي إنك اللي تقدر تمشيه برجليك من أرض المملكة هيبقى كله ملكك وبين إيديك وليك. فرح شاكر واتنطط قوي وابتسم وقال للملك: ده بجد يا مولاي بجد. قال له الملك: جد جدا يا شاكر، بس استنى شوية وخد بالك من شرط الهدية. شرط الهدية يا شاكر إنك لازم تكون هنا قبل غروب الشمس بشوية. زادت فرحة شاكر واتنطط زيادة وزيادة وقال للملك: الوقت ده كتير قوي يا مولاي، وأنا هلحقه وهلحق معاه الهدية. شاكر بينه وبين نفسه قال: ياه، أما حتة فرصة ما بتحصلش في العمر غير مرة واحدة بس، وأنا هستغل الفرصة دي. هجمع أكبر كم من الأراضي اللي في المملكة، وهبقى أكتر من أي حد بيمتلك أراضي في المملكة. وفعلا بدأ شاكر يجري بمنتهى السرعة والحماس، وكل خطوة بيمشيها بتاخده الأماكن عمره ما شافها قبل كده في المملكة. مزارع كتيرة وفي جمالها خطيرة، بحيرات ميتها زي الكريستال وبتروي العطش في الحال، وأشجار عملاقة أوراقها ذهبية مش خضرة عادية. شاكر قال لنفسه: بس يا شاكر، مش وقت تأمل دلوقتي خالص، كل ده هيبقى ملكك. كمل جري وقت ما وقتك منك يجري. بعدها دخل شاكر في صحراء كبيرة وواسعة، والرمل من بعيد محوطه في كل حتة وبيلمع زي الذهب. بس كان مع كل خطوة في الصحراء بيغوص جوه الصحراء وكأنه في مستنقع. اضطر شاكر يجري أسرع عشان يخرج من الصحراء الواسعة، وبعد ما خرج منها حس إنه فقد جزء كبير من طاقته وجسمه تعب وبدأ يتقل. وقف شوية وبص وراه وقال لنفسه: لا 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 لا، لسه بدري على الرجوع يا شاكر. وهو بيكلم في نفسه سمع صوت الملك في ودنه. الملك قالك يا شاكر إيه؟ اللي تقدر تمشي برجليك من أرض المملكة هيبقى ملكك وبين إيديك وكله ليك. يلا يلا يا شاكر، اجمد وبلاش كسل، يلا كمل. تفتكروا شاكر هيحقق شرط الهدية ويلحق يرجع قبل غروب الشمس بشوية، ولا طمعه هيعطله؟ تعالوا نشوف باقي الحكاية. ودخل شاكر في جناين ملهاش أول من آخر، فيها زهور جميلة أشكال وألوان كتيرة. قرر يجري أسرع وأسرع وياخد أكتر وأكتر وأكتر، لكن الشمس بدأت تميل وتعبه بيزيد، وخوفه من طريق الرجوع في الوقت المطلوب زود من تعبه وتقل من جسمه. لكنه سمع صوت الملك بيهمس في ودنه: شرط الهدية تكون هنا قبل غروب الشمس بشوية. فقرر يجري بكل قوته المتبقية ناحية القصر، لكن الشمس بقت من الغروب قريبة، وشاكر أنفاسه خلاص بتخلص وجسمه من التعب بيتقل وما بقاش شايله، بس مكمل وكله عزيمة، خاصة وإنه بدأ من بعيد يشوف الملك. وعند الملك وقع من التعب، بس بعد ما الشمس غابت خلاص. هنا الملك بص لشاكر وقال له: شفت الطمع عمل فيك ايه يا شاكر؟ خلاك تضيع وقتك كله، مع انك لو ركزت على اللي يكفيك
كنت بسهولة وصلت وحققت الشرط، ولهديتك أخدت من غير العذاب ده كله، لكنك يا شاكر وبعد كل التعب ده خسرت، بس أكيد اتعلمت. سبحان الله، قد إيه جملة الملك عظيمة، وحقيقي مع جرينا في الحياة مش بناخد بالنا منها. لو ركزت على اللي يكفيك كنت بسهولة حققت لنفسك السعادة. أخيرا وليس آخرا، كن كما قال أحدهم: السعادة مش في امتلاك الدنيا، السعادة إنك تعرف إمتى تقول كفاية. بس كده، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سلام.